السلام عليكم. النهارده هنكمل لعبه ماي تشيلدرن ليفنس بورن بتاعت كارين وكده، فمش هطول عليكم كتير. لو حابب تعمل لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو حابب يعني، وبس كده نخش في الفيديو على طول. طيب عندنا هنا كارين بتقولي طابه صباحك طابه صباحك يا استاذه كارين. جات لنا هنا جواب: يعاني المصنع نقص في الموظفين نظرا لقله عدد الموظفين، قد نطلب منكم احيانا العمل لساعات اضافيه مع زياده الاجور التعويضيه، تنتهي فتره العمل الاضافي في المساء. يا الهي يا الهي، تشتغل معايا يا كارين طيب ولا ايه؟ تعالي ناكل يا كارين. ايه ده، انا مش كنت جايب لك اكل؟ فين الاكل انا كنت جايب لك اكل كتير والله، كنت جايب لك اكل. طيب انت كل حاجه تمام. نخش نقرا الكلام ده كله. البدء في كتاب الخطاب. اسم الام سيري. ايه ده، اسمها سيري فيلفيك سيم. العنوان ستراندجاتا 21 سكوغاساند. اثبت هنا. انا دلوقتي هبعت خطاب لامها: عزيزتي سيري، اعلم انني وعدتك بتركك وشأنك، لكنني اضطررت الى الكتابة لك الان. لقد بدأت كارين في الذهاب إلى المدرسة، ويبدو أن ما كنا نخشاه قد حدث بالفعل، ونحن الآن بحاجة شديدة إلى معرفة الحقيقة عن والدها. هل يمكنك إخباري بالمزيد من أجل كارين؟ أطيب التحيات. يا رب إن شاء الله خير يا كارين، ما تشيليش هم. حاقبة الزهر ستكون مفيدة. يا بقى عليك وعلى حاقبة الزهر بتاعتك دي. يلا نروح المدرسة. هي راحت المدرسة وانا رحت المصنع. هي الوحدات الزمنية كده مش هتزيد أكتر طيب ولا إيه؟ أعمل وقت إضافي. نعمل وقت إضافي النهاردة يا كريم، معلش. كده اليوم خلص. انا اسف يا كارين، اكيد يا نهار ابيض والله عارف. اوه لقد عدت اخيرا. والله انا اسف يا كارين. يمكنني الذهاب للنوم؟ لا 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 لا. فوقك دلوقتي، بص هفوقها. عايزين ناكل تاني. يا نهار ابيض، مفيش اكل اصلا، مفيش اكل، مفيش اكل اصلا، مفيش. يا حقك عليا يا كارين، والله والله حقك عليا. حصلت على بعض العصا في طريقي الى المنزل من المدرسة. عليك مشاهدة هذا، ربما يمكننا سماع شيء منها. هل يمكنك قراءة قصة قبل النوم من أجلي؟ الوقت تأخر يا كارين. أوه ليلى سيدة، إيه ده؟ يا نهار أبيض، أنا يا جدعان بدأت أبقى سيء جدا على فكرة، بدأت أبقى سيء جدا. تمت إضافة تدوينة جديدة إلى المفكرة. حقك عليا يا كارين، أنا ما أكلتهاش يا جدعان والله. 23/8 أرسلت رسالة إلى والدتك، ربما ترغب في تقديم المساعدة لكنها لا تود أن أتواصل معها. من الصعب أن أفهم كيف يمكن الأم أن تتخلى عن طفلتها، لكن العديد من الأمهات اللاتي أنجبن أطفالا من الجنود الألمان قمنا بالتخلي عنهم بالفعل، حيث يعتقد أن حوالي 12 ألف من هؤلاء الأطفال ولدوا من النرويج خلال الحرب العالمية الثانية، وكانوا معظمهم لأمهات شابات ومراهقات كما هو حال والدتك. يا كارين، اقفل لها النور عشان تاني يوم، عشان لازم اجيب لها اكل يا جدعان، لازم اجيب لها اكل قبل المدرسه يا جدعان، لازم اجيب لها اكل، لازم اجيب لها قبل ما اعمل حاجه، لازم اجيب لها اكل، لازم اجيب لها اكل. ولا انا الاكل جبته ما حطيتوش ولا في ايه؟ ايه ده، انا ما اشتريتش الاكل اصلا. طيب هات جبنه رومي وهات ده. يلا اوكي، ارجع البيت. تعالى يا كارين، تعالى ناكل بسرعه، تعالى ناكل بسرعه، يلا. حقك عليا والله. بص يا جبت لك النهارده جبنه رومي، وبعدين نروح للإجابة بقى. الا يجب ان نتفقد ماذا وصلنا في البريد؟ ناكل الاول بس، ناكل الاول. الا يجب ما برضو ناكل الاول؟ طيب ايه ده، انت رخمه قوي. طب نتفقد ما جاءنا بالبريد. يلا. مجلس الحي، هذه الرساله بمثابه تحذير. لقد تلقينا العديد من الشكاوي حول قيام احدهم بالتحدث باللغه الالمانيه في الحي. هذا الامر غير مقبول ويجب ان نتوقف على الفور. يبقى كارين، انت كارين بتحدث اللغه الالمانيه يا كلبه يا بطه؟ تدرس الالماني في المدرسه يا كارين؟ النهارده فطارنا هيبقى جبنه رومي اصوات مضغ. طيب نخش بقى برضه ايه كده. ايه ده، هي عايزه تنام ازاي؟ لا الالوان. نفسها في حقيبه ظهر، نفسها في شنطه. تم اضافه صوره جديده الى البوم الصور، نفسها نجيب لها شنطه نغير هدومك. طيب ايه رايك كده؟ عسل عسل يا كارين عسل. طب انت ايه اللي هنا، ايه اللي المفروض نعمله لك هنا، ايه المفروض نعمله لك هنا؟ مفيش حاجه هنا نقدر نعملها لك للاسف يعني. لازم نروح المدرسة دلوقتي. أتمنى لو كان لدي حقيبة الزهر. أنا لازم أروح أشتري لها حقيبة الزهر. استنى طيب، عايز أروح أشتري لها حقيبة زهر. أشتري لها منين؟ نروح طب المصنع دلوقتي. مش عايز وقت إضافي، لا مش هاخد وقت إضافي عشان نهتم بكارين. المنزل، لقد عدت تعلمت الكثير اليوم عشان الطقم الجديد يا كارين. كان الجميع متحمسين حقا اليوم. كان من المفترض أن يأتي إلينا معلم آخر، السيد سولهيم، لكنه لا يستطيع العمل، لا أعرف لماذا. سيأتينا معلم مختلف يسمى سيد بيرج، سترى كيف سيكون. أتمنى أن يكون ألطف من الآنسة هانسم في التعامل معي. كتبي ثقيلة جدا. أتمنى لو كان لدي حكاية الزهر. ما خلاص بقى كفاية رتب بقى. تعال نشوف حكاية الزهر بتتجاب منين. هي كانت بتتجاب منين؟ طب ما تيجي نروح الجبل أنا وأنت يا كارين. حكاية الزهر هنا. حكاية الزهر ب 200. هجيب لك حكاية الزهر يا كارين. حكاية الزهر اهي 200. ونجيب لك مش نسرح لك بشعرك، ما عندناش اصلا كفايه. الله بينا. ما هذا؟ انها مفاجاه. احذري، احضرت لك شيئا. هل هي حقيبه الزهر؟ انها حقيبه الزهر، اليس كذلك؟ انها حقيبه الزهر، انها حقيبه الزهر. لا استغفر الله. لقد اشتريت لي واحده مثلما وعدت. شكرا جزيلا، انها ممتازه.
أنا الروح بوسيعة أنت تستحقينها، حافظي عليها فحسب، استمتعي بها، لا أطيق الانتظار حتى تراها ليف. أنا نفسي أشوف مين فين ليف دي، تطلع وحش في الآخر ولا عفريت. يلا طب ناكل كده أي حاجة. بقت فرحانة إيه؟ هو الأكل راح فين يا جدعان؟ الأكل بيروح فين؟ بجد الأكل بيروح فين؟ طيب نيجي هنا كده نغسل وشنا برضه من المدرسة ونخش ننام بقى. أنا شايف إن كده كفاية. مش كفاية؟ طب أنت عايزة تنامي ولا إيه؟ أنا مش باين لك ملامح يخرب بيت كده. نشوف بقى الحاجة جات لنا هنا. مفيش أي حاجة جات لنا في المكتب، مفيش. تعالى نلعب الكورة شوية أنا وأنتي. غلبانة يا جدعان، غلبانة أوي كارين دي. هي بص بقت فرحانة. إسعاد الطفل أهم شيء صراحة، حاجة مهمة. لا تتأخر الوقت، يلا بينا ننام بقى. سيد بيرج يبدو من اسمه أنه سيكون متشددا. أيوه. هل يمكنك قراءة قصة قبل النوم من أجلي؟ أيوه هقرا لك قصة طبعا. جميل شكرا لك. قصة الفارس على الحصان. ليلة سعيدة يا كريم. كده أي حاجة تلاقينا؟ مفيش. ننام احنا، نقفل كده احنا كمان. 25 أغسطس السبت. ها أنا ذا صباح الخير، إنه يوم السبت لا يوجد مدرسة اليوم، إذا مرحى لي في المنزل، يمكنني الذهاب. حسنا، استمتعي بوقتك. حسنا، لكن علينا أن نجهزك أولا. حسنا، لكن لا تتأخري في العودة. ولا دي؟ أوه حسنا، يلا بقى نفطر. مفيش فطار كالعادة، مفيش فطار. هجيب لك أكل واجي النهارده. طب مفيش شغل ولا إيه؟ هجيب لك النهارده ناكل سمك. إن النهارده هناكل سمك. إيه ده؟ انا لازم تقريبا اعمل لها انا الاكل. في اكل لازم انا اعمله صح؟ في صنوبر. ده صنوبر. انتهينا، استمتع بوقتك. حسن، لكن لا تتأخري في العودة. أعدك بعدين لن أتأخر. ليف أعز أصدقائي، سأذهب للعب معها الآن وداعا. طيب نعمل لها الهدوم بتاعتها. ده بتكلفني وحدات زمنية يا جدعان. مش عارف أعمل لها الأكل ازاي. الأكل بيتعمل من هنا. مم. لازم اروح الشغل. انا نسيت الشغل. هعمل وقت اضافي عشان ايه؟ ما هي كده مش هتلاقي اكل تاكله في البيت المنزل. نطلع نجيب لها حاجات. مرحبا، لقد عدت من اللعب مع ليف. يمكننا اللعب، انها فكرة رائعة. ما رايك ان نرسم؟ حسنا، يمكننا ان نلعب الغموضة بالطبع. دعينا نذهب الى الخارج. ايوه تعال نروح بقى للجابة، نجيب اكل. عايزين نروح الجابة. ايوه توت اهو وبتاع ده. قد تأخر الوقت، يجب أن نعود إلى المنزل. أنت محقة، يبدو أننا تأخرنا في الخارج لكننا استمتعنا بوقتنا أكثر. أوكي. أجل أجل. يلا نجيب ناكل التوت بقى. تتاوب. لازم ناكل. فين الأكل يا جدعان؟ فين الأكل يا جدعان بقى؟ حرام البت هتموت مني يا جدعان. هو التوت اللي احنا جبناه ده. المشروم ده كفاية. يلا اوكي اقعدي هنا وكل المشروم. يا ست كلي. ماشي. هل يمكنك قراءة القصة التي أحبها؟ لا ربما غدا، لقد تأخر موعد النوم. ليلة سعيدة إذا. عايز أعمل لها الأكل. طب عايز أعمل سمك وكده. أعمل إزاي؟ مش عارف أعمل سمك إزاي يا جدعان. طيب خلاص نقفل لها النور ونصحى تاني يوم نبقى نشوف الموضوع ده. أوكي. ولو أن لدينا سنارة صيد فبإمكاننا الذهاب للصيد. يعني بس عثرت أنا وليف على بعض التوت أيضا. ربما سنذهب لجمعه. قد تقولي ربما سنذهب لجمعة. ولازم نخش نستحمى. نفسي اعمل لك الاكل. ايوه بنعمل الاكل اهو. شوربة سمك. هي لازم تبقى معايا وانا بعمل الاكل. يلا شوربة سمك تاني. يبسط السي فود اهو. الجالي ده من الجالي. اريد ان اذهب ايه ده؟ بتجمز كده ليه؟ هل لديك رغبة في القدوم لمساعدتي؟ عايزة تروح ترسم يعني؟ هذا عظيم. هيا نرسم شيئا ما. ليس الان. طب يلا مرحى هيا بنا. امي بنت بقى، ما تأثريش فيا بقى، ما تبقيش كده. شكرا لانك رسمت معي. اتضح ان هذه الرسمة جميلة حقا. أليس كذلك؟ بالطبع عمل رائع. اظن ذلك من رسمت بالطبع. لكن لماذا كتبت هذه الكلمة امي؟ اظن ان هذا هو الاسم الذي اطلقته عليها. يا لام رسمة رائعة. لابد انها جميلة. من تكون؟ هذه ليست اجابة على سؤالي. كانت ودودة حقا معي. اظن ذلك على اي حال. لا استطيع تذكر الكثير. اوكي يلا ناكل شوربة سمك. انا متعبة. يلا ننام. اليوم بقى يعدي رهوان يا جدعان. انا احب اللعب مع ليف حقا. تقول انني مرحة وتضحك عندما اقول كلمات الغريبة. كلمات غريبة. يبقى هي بتتكلم الماني. يسعدني ان لديك صديقة مثل ليف. لا تدعيها تخدعك لقول كلمات وقحة. انت على دراية بهذا. كلمات مثل امي. كلمات اخرى غريبة. تقول ليف انها تبدو مضحكة. لا تقولي تلك الكلمات بعد الان يا كارين. عليك الانتباه الى من تقولين تلك الكلمات امامه. حسنا، طالما انك مستمتعة. ولا دي لماذا؟ هناك أشخاص في الحياة لا يحبون تلك الكلمات.
لماذا؟ هل هم اندهاش؟ هل كنت أقول كلمات سيئة؟ ولا أيوة، لا قليلا، لكن هناك ناس سيئة تقول هذه الكلمات، لذا ممنوع أن تقوليها في الخارج. اتفقنا؟ إنها كلمات غريبة إن كنت لا تعرف معناها. الناس السيئة لا تحب ذلك. لا أظن أنني أفهم، لكنني سأتوقف عن استخدام تلك الكلمات. هل يمكنك قراءة قصة قبل النوم من أجل تسبب خيارك في زيادة قسوة كارين؟ أوبا، أنا آسف. بالطبع بالطبع. تم إضافة تدوينة جديدة إلى المفكرة. كده خلصنا القصة بتاعتها. المفكرة. لا تظني السوء بوالدتك. صحيح أن بعض النرويجيات دخلن في علاقة مع رجال ألمان لأنهم كانوا يقدمون طعاما أفضل وأشياء فاخرة ويقيمون الحفلات، كما أن بعضهن انخرطن في أعمال التجسس وخيانة الشعب النرويجي، لكن معظمهن إيه يا جدعان الكلام ده كنا مجرد شابات صغيرات وقعنا في الحب بكل بساطة. خلال الاحتلال كان هناك أكثر من 350 ألف جندي ألماني في النرويج، في بلد لا يتجاوز عدد سكانه 3 ملايين نسمة. عاش الكثير منهم في منازل خاصة، وعدد كبير منهم كانوا لا يزالون في سن المراهقة. عندما تكبرين ستدركين أنه لا يمكنك اختيار من تحبين. وكده ونقفل النور على كارثة. يوم 27/8. صباح الخير، أنا جاهزة لليوم. ده يبقى آخر يوم في الفيديو بتاع النهاردة يا جدعان. كده دي راح على المكتب. ده إيه ده؟ ده كان راح المكتب اللي نشوف بعدين. تلقينا رسائل. هنا نقعد ناكل السمك الجميل بتاعنا. أصوات مضغ. أنا ما بقتش أروح شغل ليه؟ يا نهار أبيض يا نهار أبيض. مش هتروح المدرسة أنت كمان يا كريم؟ مش تروح المدرسة خلاص؟ طب أنا عايز أروح الشغل. أروح المكتب طيب. في الأنباء يمكنك تحضير مربى التوت البري اللذيذ. 3 كيلو جرام فواكه ولتر عصير و2 كيلو جرام سكر. تستخدم حبات التوت الكاملة لصنع المربى. يغلى التوت مع العصير لمدة 10 دقائق ثم ماشي. وما هذا؟ أنا آسف، لا يمكنني مساعدتك. لدي حياة جديدة الآن، ولا يمكنني السماح لأخطاء الماضي أن تعكر صفوها. كارين، لم تعد مسؤوليتي. لا أريد خطابات أخرى. خطاباتي جميلة جدا. تم إضافة صورة جديدة إلى ألبوم الصور. هل حان وقت الذهاب؟ استمتعي بوقتك في المدرسة، لا تنسى تتعلمي الكثير. أقولها دي. لا تقلقي. يلا نروح المدرسة ونروح الشغل. شكل النهاردة هاخد وقت إضافي يا كارين عشان خاطر الفلوس وأعرف أجيب لك الأكل. ما ينفعش، ما فيش وقت إضافي أصلا. طيب. لقد مزقوا حقيبتي. حصلت على مواد تصنيع جديدة. أنا آسفة، لقد حاولت إيقافهم. كانت غالية جدا والآن تمزقت. أرجو ألا أكون قد أغضبتك. هؤلاء المشاغبون يجب إيقافهم. أوه لا، هل أنت بخير؟ هذا ليس خطأك. أنت لم تفعلي أي خطأ. لم يحاول أحد إيذائي. أنا حزينة فحسب. لقد عملت بجد لشراء حقيبة الزهر هذه من أجلي، ولم أتمكن من الحفاظ عليها. جميلة وجديدة. لا تحزني يا كارين، سأصلحها. كل ما يهم الآن هو أنك بخير. هذا خطأ هؤلاء الأطفال الأشقاء، سأتولى أمرهم. حقا، هل بإمكانك إصلاحها؟ لا آسفة، لم أتمكن من الحفاظ عليها أكثر من ذلك. طيب هصلحه لك، ما تخافيش. هصلحه، بس عايزين نجيب لك أكل. طيب نجيب أكل. عايز أجيب أكل. جبنة رومي. ده رخيص ده وحلو. تعالى بس ناكل الاول. بناكل وجبه الفطار، هي وجبه العشاء، هي وجبه الغداء. كده بس نغسل وشنا. يا نهار ابيض، لحقنا. طيب لحقنا. ده انت مقرفه قوي يا اسمك يا كارين انت. الاخرون سيئون. اتمنى ان تنتهي الدراسه بسرعه. انا معك، انا هنا من اجلك، وانت تعلمين ذلك. لن نسمح لهم بالتغلب علينا. اصبري، اتفقنا. كل ما يهم الان هو اننا معا. بقول كلام غريب. حسنا، طابت ليلتك. طابت ليلتك يا كريم. وعليك كتابة خطاب إلى المدرسة لإبلاغهم بما حدث. لازم أبعت شكوى للمدرسة. مدرسة فجرة. ماشي. الخطاب الآن وتسليمه لكارين في الصباح. كتابة الخطاب. قام بعض الأطفال الآخرين في المدرسة بالتعامل بقسوة مع كارين، وحطموا بالأمس أدواتها المدرسية. أطلب من المدرسة بذل المزيد من الجهد لمعالجة مشكلة التنمر هذه قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. طيب تمت إضافة تدوينة. ربما كانت خائفة في عام 1945 عندما انتهت الحرب وانتهى معها الاحتلال الألماني الذي دام 5 سنوات. كثير من هؤلاء الشابات تعرضن للتشهير في الشوارع على أنهن خائنات، وقامت حشود من السكان المحليين بقص شعرهن وكسرن وظائفهن. وعلى الرغم من أن الدخول في علاقة مع رجل ألماني لم يكن أمرا غير قانوني، إلا أنه كان ولا يزال يعتبر خيانة بالنسبة للعديد من النرويجيين. خلال الاحتلال زادت الكراهية تجاه العدو المحتل وفكرة النازي بشدة. والآن بعد تحرير بلادنا، فإن جميع الأشياء المرتبطة بألمانيا ينظر إليها على أنها أشياء شريرة. ولهذا السبب تحاول العديد من هؤلاء الأمهات إخفاء حقيقة أنهن أنجبن أطفالا من جنود ألمانيين، وتشعر أخريات أنه من المستحيل الاحتفاظ بالطفل، فمن الصعب الحصول على وظيفة أو مكان للعيش فيه أو كسب احترام الناس إن عرفت المرأة بأنها ساقطة الألمان، ولن يسمح لها جيرانها بنسيان الأمر أبدا. دلوقتي نعمل في أكل نقدر نعمله، أو هو كده كده في أكل عندنا، والمكتب تمام، وكارين تمام.
نايمة، بص ملاك نايم وبس كده. فهننهي الفيديو على كده يا جدعان. بابا صباحك، مالك يا كريم بقى، مالك بقى يا كريم. المهم يا جدعان كده نكون وصلنا اخر الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون عجبك، لو عجبك يا ريت تعمل لايك وشير عشان توصلك اي فيديو جديد. شكرا جدا ليك لو انت وصلت لحد في الفيديو، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.